السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد وروتين جديد. روتين اليوم ولا فيديو ديال اليوم مختلف وعامر بحويجات زوينين غنشارك معكم غديوه خفيفه ظريفه. وغادي تشوفوا معايا المشتريات ديالي والاستعدادات ديالي للعرس ديال لوسي، مع المشتريات مع ذكر الاثمنه والبلايص منين خديتهم، اثمنه اللي كتكون نازله وحتى قفيطنات ومهم حويجات هكا المناسبات، اثمنه اللي كتكون مناسبه. وهنايا غادي نبداو اول حاجه بالصلاه والسلام على رسول الله. بديت معكم هنايا الروتين مباشره من بعد الفطور. هذا روتين ديال نهار الحد، وكيف كتعرفوا نهار الحد راه كلشي كيكون معطل، الفطور الغدا. هنا انا بالنسبه للفطور كانت عندي العجينه. عجنت هنايا صافي، كنوض تقريبا مع ديك 9 كنعجن، وراكم عارفين يلا تسنى يتخمر وهادي وهادي صافي. هنا من بعد الفطور مباشره المعينات هكا، جمعت المعينات اللي كيداروا في الماكينه درتهم في الماكينه، واللي كنغسلهم راه كندوزهم تما في يدي، كنحتاجهم بزاف د المرات في النهار ولا ما كيدخلوش للماكينه، كندوزهم وكنديرهم في ديك الشبيكه تما حدا لافابو تسقطروا. انا صافي من بعد ما ساليت مع واحد المسيحه خفيفه للبوطه حتى هي ساليت هنايا الروينه. وهنا بالنسبه للغدا، غدا خفيف ظريف ديال نهار الحد، تقريبا كان الخمسة هكاك عاده كنتغداو الربعة ونص، يعني على حساب كيف قلت لكم نهار الحد كيكون كلشي معطل. هنا تقريبا التقديه ديال الغدا ولا داكشي اللي ناخدو هكا كياخدو راجلي مع ديك 12 ونص، المهم على حساب الوقيته فاش كيهبط القهوه، باش كيكون راجع كيتقدى داكشي. هنا كنرقد القتيبات ديال الدجاج بالعطريه شويه بصيله، داكشي اللي غادي نوجد. والكفته راه كندير لها حتى هي العطريه، مره ندير ليها شويه البصله كتجي زوينه، مره ما نديرهاش على حساب. الا الكبده ما كندير ليها حتى شي حاجه، كنخليها حتى كنبغي نطيب هكاك الغدا عاد كندير ليها العطريه والمليحه. كيف كتعرفوا الكبده مع الملح راها كتهري الكبده، كيف كنقولوا كتولي بيضه. صافي كنغطي داكشي كامل اللي كنرقد حتى الوقيته ديال الغدا كيجيني ساهل. كنعمر غير كويس ديال اتاي، نقطع شلاضه كنحطها، كنمشي نشوي دوك القتيبات، نشعل الفاخر وصافي، وكنرجع ندير الشليضه العطريه. بحكم انا صراحه كنشوف بزاف د الناس وخاصه نبدا من دارنا، يعني الوالد ديالي، الوالد عز عليه انه يشوي، هو كيقابل المجمار ولا يقطع. امي هكا كتعمر اتاي. المهم راكم عارفين راجلي انا ما كيبغيش، المهم ما عندوش مع هذا الشيء، ماشي ما كيبغيش، ما عندوش مع هذا الشيء، ما عندوش الخاطر لهذا الشيء هكا، كيبقى زعما مقابل الفاخر وداك الشيء. غير الضروره القصوى، نقول الضروره القصوى يعني ناد حزيتي كانت عندك شي حاجه ما قديتيش تديري شي حاجه الا كيدي بانيك. اما انا هادشي علاش كنعمر اتاي، نقطع شليضه. المهم كتنظمي وقتك، تقطعي شليضه تعمري اتاي عاد كتمشي تشوي، وهذا ديري العطريه الشليضه وكتبداي. بالنسبه للخبز كان عندي الخبز عجنته في الصباح، تندير عجينه وحده عاديه كنقسمها على جوج، نص كندير بطبوط الفطور والنص الاخر كنطيبو في الفران. وبالنسبه للبطبوط والخبز راه غادي نشاركوا معكم البنات. بطبوط اللي كندير والعجينه اليوميه راه كنديرها بلا فورس صافي. مهم بعد ما تغديت داكشي اللي قسم الله، كل نهار ورزقه وكل خير في دارو. هنا غادي نجي نوريكم المشتريات. اول حاجه غادي نبداها معكم اللي هي صندالتي. اختاريتها هنا في الكحل، والطالون عالي واحد شويه فقط، حيت انا واحد الانسانه ما عنديش مع الطالون نهائيا، ما كيعجبنيش الطالون. الا قلت لكم من العرس ديالي ما لبست الطالون الا لدابا، راه تقريبا غتكون شي 15 ولا 16 عام باش ما لبست الطالون. قلت غناخذ هكا صنيديله تكون عاليه غير شويه، وخديتها في الكحل. هاد الصنداله هادي اللي خديتها بالكري وبريو، هادي لبنتي. هنايا خديت ليها حتى هي عندها الطالون هكا على حساب القفيطين، باش هكا ما يبقاش يتجرجر ولا تعفط عليه. بالنسبه لبنتي راه الصنداله شويه جات كبيبره عليها، ما عرفتش انا واش النمره 35 فيها الكبيره والصغيره ولا الله اعلم، حيت السبرديلات والصنادل اللي عندها هنا في الدار كتلبس دائما 35 كتجيها حساب. بالنسبه للصنيدلات بجوج خديتهم من عند سيد واحد ولا محل واحد، خديتهم ب 220 درهم، 4400. السيد كيصاوبهم في المحل، واخا المحل هكا كيبان لك من برا مكرفس
ولكن دوك اللي كيقادوهم بيديهم يعني حاجه زوينه رغم ان الثمن ناقص. هنا غادي نجيكم القفطان ما نكذبش عليكم البنات، خديته من قيصريه الحفاري درب السلطان. هادو كاملين هاد المشتريات من درب السلطان. القفطان كان عندي مشكل حتى لقيته، راه ما نقولش لكم. مشينا تقريبا مع ديك 9:30 خرجنا من الدار مع المركوب 2 طاكسيات، عاد وصلت لدرب السلطان انا وبنتي. قلبنا التعيينه، كانت الدنيا خاويه، المحلات قلال اللي حالين كلهم درناهم ما لقيناش شي حاجه اللي مزيانه. لدرجه ان واحد السيد قيست عنده الاول الثاني الثالث الرابع، وعرفتي في الاخر حشمت نقول ليه ما عجبني حتى شي حاجه. ولكن في التالي قلت ما غاديش نحشم. علاش غنحشم؟ واخا هو بانت على وجهه انه طلع ليه الدم، يعني قيست بزاف وما عجبتني حتى شي حاجه. قلت صافي في التالي قلت لي اسمح لي رغم انه ما عجبوش الحال. قلت علاش غادي ناخذ شي حاجه انا اصلا ما عجبانيش. صافي المهم قفطاني ما نكذبش عليكم ما لقيتوها بزز، تعصبت حيت تكاشط كاين فاش تختاروا. قفيطين خديتو انا سامبل ما غاديش تحزم ما حتى شي حاجه، عنده فتحات في الجناب. الزواق انا ما كيعجبنيش هكا الزواق اللي يكون كتير، داكشي خفيف. وخديت معاه هاد الشال هذا. بالنسبه للشال خديته ب70 درهم، خفيف ريشه رطيطه بزوين. والقفطان راه ثمن، شوفوا ثمن واعر ديال القفطان توب كريب كيف كتشوفوا خدمه متقونه واعر. خديته ب400 درهم. تخيلي انت الا مشيتي عند الخياط وتفصلي التوب ديال الكريب، عاد التوب 200 درهم. عاد الخياطه ما يمكنش ومستحيل تقولي لي نخيطو 200 درهم. هنا في كازا مستحيل تخيطي بهذا الثمن، باش نكونوا واضحين. صراحه القفطان حمقني. خديت لادريسه ديالو النمره، المهم الا بغيتوها نحطها لكم. ماشي اشهار ما حتى شي حاجه، انا يلاه باديه راه ماشي ما عنديش حتى مشاهدات بزاف. خديت النمره على ود انني مره اخرى باش ناخذ من عند نفس السيد. هنايا غادي ندوزو للقفطان ديال بنتي خديت ليها هذا الثوب هذا مشى ليا من بالي، الكمخه. خديت ليها الكمخه الكحل اللون في اللون، حتى هو خياطه سامبل. والثوب بطبيعه الحال كنختار الثوب اللي كيكون كمخانيت حقيقيه، ماشي ديك الكمخه اللي كتكون دوزيام شوا. كتختاري ثوب اللي كيكون بروميان زوين، راه كيبان غير من الملمس ديالو. حتى الفينيسيون الصراحه ديال هاد القفاطن هادو عجبني. وبالنسبه لي غتقول لي علاش ما خديتيش تكاشط شوف، بحكم الصيف هذا العرس كون كان في كازا كنت غادي ناخذ كيشطات. كازا الجو ديالها شويه مسلم شويه مبرد. اما بالنسبه للعرس جوايه القلعه وستراغنا بني ملال مستحيل تلبسي التكشيطه، باش ما نكذبش عليكم ما قديتش عليها لا انا لا بنتي. صافي بالنسبه للقفطان ديال بنتي كان شويه هابط عليها، خديت لها ديك المضيمه حتى هي في داك اللون بحال الصنداله وصافي. هنايا صراحه هاد الجليليبه هذه ما كنتش دايرها في الحسبان، ما كنتش معوله انني باغا نشريها. غير لقيتها عجبني الثوب ديالها قلت صافي ناخذها. بالنسبه للثمنات البنات والله حتى الثمنات زوينين مقارنه بالمحلات. من الاحسن كنصيحه اخويه اللي بتاخذ شي حاجه تاخذها بدرب السلطان اللي قريبه هنا لكازا. جلابه البنات خديتها 250 درهم، ثمن واعر. صافي خديت هذوك 2 عكارات، داك الخضر كانت قاده ليا وداك الاخر حتى هو قلت ناخذه على حساب العرس. كديري شي حاجه خفيفه وصافي، مورا ما كديريش شي عكار مجهد. وهنا غادي نوريكم هاد لونسومبل هاد لونسومبل ماشي ديالي ديال اختي. وبالنسبه للثمن ديالو راه داير 200 درهم. تتقولوا لي رايكم واش زوين؟ انا عجبني الصراحه داك اللون ديالو هكذا كتجين لون الجين بارد فيها هكا دوك خطيطات في الكحل بارد. وصافي البنات هادو هما المشتريات، هاد الشيء اللي كاين. حتى تخليو ليا في التعاليق كيف جاوكم هكا الصنيدلات القفيطنات، واهم حاجه كيفاش جاوكم الاثمنه. انا فضلت انني هكا نشري القفاطن طالعين، حيت الخياط اللي كنخيط عنده في الحي الحسني وانا في بوسكوره بعيد بزاف وجاني العجز باش نبقى ندي بلاصه واخا عندي الطوموبيل. خليت صافي حتى الاخر قلت اللهم نشريهم واجدين حسن ما نبقى غادا جايه. وراكم عارفين الصيف والخياطه والعراسات كيكون الزحام عند الخياطه، ما تدوريش بهم واخا كتكوني زعما تخيطي عند شي سيد معروف يعني وكيعرفك، ولكن ضروري كيكون تعطال. صافي هنا وصلنا لنهايه ديال الفيديو.